العلاقة الصادمة ما بين الاكتئاب وتناول المضادات الحيوية الانتيبيوتيك. طبعا هذا الفيديو لازم كل عراقي يشوفه، لان احنا ما شاء الله عندنا الواحد اذا شوية بلاعينه اذته قام اخذ انتيبيوتيك، اذا شوية معدة لزمته قام اخذ انتيبيوتيك، اذا شوية سوى اتشو قام اخذ انتيبيوتيك. معود شنو ليش على اساس تاخذ انتيبيوتيك؟ مو والله دا اخذها احتياط، مو خافت مرة، دخل اتغدى بالمرض قبل ما يتعشى بيه. انتم تدرون ان المضادات الحيوية ممكن تسبب كوارث بسبب الاستخدام الخاطئ للناس إلها، فاغلب الناس تاخذها بدون وصفة طبية، وحتى الكورس مالتها ما يلتزمون به. بعيدا عن تأثير هذا الاستخدام الخاطئ على مناعة جسمك وتعريضه لخطر الإصابة بالأمراض مستقبلا، اكو تأثير مهم ثاني للانتيبيوتيك واللي هو على الصحة النفسية، حالات الاكتئاب والقلق والتوتر. الاستخدام الخاطئ المتكرر للانتيبيوتيك راح يسبب خلل بالكائنات الحية الدقيقة الموجودة داخل المعدة، ومثل ما ذكرت سابقا انه المعدة والدماغ مرتبطات عن طريق المحور الدماغي المعوي، واللي هذا هو نظام اتصال هرموني ثنائي الاتجاه. يعني الخلل اللي راح يصير بمعدتك راح يأثر على دماغك وبالتالي حالتك النفسية. صارت هواي دراسات على ناس من مختلف الأعمار أخذوا كورس واحد انتيبيوتيك، والنتائج بينت زيادة خطر تعرضهم للإصابة بالاكتئاب والقلق أيضا. وطبعا نسبة تعرضهم للاكتئاب والقلق زادت كلما زاد أخذهم للمضادات الحيوية. لذلك الموضوع كلش كبير مو هين أبدا. رجاء لا أحد ياخذ مضادات حيوية بدون وصفة طبية وبدون ما يلتزم بالكورس. شاركوا الفيديو يامكم حتى الكل يستفاد من الموضوع. وها هي، باي باي.